تعليق ومسبب من قالوا لي على الانستغرام انه اللي عم يكتب كومنت ضدي انا كمسيحيه على الانستغرام هيدا منه مطلع على الدين الاسلامي وهيدا منه مسلم. بيقول القران انه المسلم ما بيكون انسان مسلم غير ما يعترف بالمسيحي وباليهودي وباهل الكتاب يلي هن نحن. وهالتصريح صار ترند على السوشيال ميديا وتناقلت الصحافه والوسائل الاعلاميه. الاسلام دين جميل جدا ودين معتدل. وفانز إليسا حضروا بعدد كبير ليكونوا معها بهاليوم، لدرجة إنه القاعة ما استوعبتهم كلهم، فاضطر البعض منهم يقعدوا على الأرض حتى يتابعوا التوك اللي قدمته. فيري هابي إنه الكونفنشن عمل، بيعرف إنه دايما برا بيخافوا إنه من لبنان، تنحسس إنه لا بلا يعني أول شيء عمل إيفنت ضخم واي ثينك رح يكون حدث سنوي، وانا فخوره جدا انه كنت بارت من هالكون، وان شاء الله اكون قدمت شيء، وان شاء الله نكون من خلال التصوير وكل اللي رح تفرجوه على التلفزيون اعطينا صوره حلوه عن لبنان. وخلال هالجلسه تحدثت إليسا بمواضيع مختلفه ومنها اسباب عدم مشاركتها بالاعمال الانسانيه، خاصه انها كانت سفيره للنوايا الحسنه. مره اخذت لقب فخري كسفيره لمؤسسه باليونايتد نيشن امسام، وبعد 6 اشهر قدمت استقالتي، ما قدموا لي شيء وانا ماني عم اقدم. انجلينا جولي عملتها. انجلينا جولي ما عم تعمله بطريقه منفرده، انجلينا جولي بتروح معها طياره من اليونايتد نيشن مع اسيستنت معها، ما يقعدوا يتفلسفوا كل ما يشوفوا انجلينا جولي بمخيم يقولوا انه ليش الفنانين اللبنانيه ما بيعملوا، جيبوا لي طياره من اليونايتد نيشن اسيستنت معي وانا مستعده اروح على افغانستان. وخفة دمها كملت لما حبت تطمن انه الكل مبسوط من حكيها، لحتى ما حدا يقول انها زعلت الصحافه. فاين لهلا راضيين كل شيء تمام؟ اوكي. وهالجلسه اللي كانت فريندلي كتير كشفت فيها إليسا عن ملهمينها بالحياه. داليدا وفيروز مع حفظ الالقاب. صباح كانت لإلي ايكون للموضه. وهالاسماء اللي ذكرتهم إليسا كان عندهم تجارب تمثيليه كتيره، فهل راح نشوفها مثلهم على الشاشه؟ انا ضد شو؟ ضد انه مثل. جربت وحدا ملك ما عندي لا هلا بكليباتي عم يزبطوا معي، بس انه دايما انا بقول لهم هلا اذا بدكم تاخذوني خذوني هالبروفيل بحبه، انا بالسينما شو بدي اعطيك عيون يعني. يعني طلعت مره ببرنامج هيدا حكي قلت لهم مشغولين تغيروا الديكور لانه هيدا بروفيل، غيروا الديكور. يا مرايتي. إليسا عم تحضر لكليب جديد في رساله تانية. هلا عم بعمل اغنيه عم صورها هي عكس اللي شايفينها، رح تكون ترو ستوري، عم نسلط الضوء على اوقات الحياه كيف تقدر تظلم مرأة من شغله معينه وبتوديها لمحلات انه هي ممكن تقتل حالها او تنتحر. بما انه الكل بيعرف انها مغرومه، فاكيد ما كان في مهرب بسؤال عن الحب. شو اجمل احساس بالكون؟ الغرام باول. هيك بقى وانت مغرومه هلا؟ باخر لا لا يفهم غلط، لا بوجه له تحيه حبيب قلبي، بس دائما العلاقه اولها بيكون اجمل احساس بالكون، بس يقطع سنه او سنه ونص او سنتين بضل في شعور حلو، بس ما بتعود تعيش نفس ال اي ثينك هو رح يتركني. ايه رح يضرب شنطته. إليسا ميرسي بوكو. ثانك يو لا معلش خليني بس انه اي لاف يو. وبكره أنت الطهر يا مريم أنقذي لبنان، عطر حبك موجود في كل مكان. أنت الطهر يا مريم أنقذي لبنان، عطر حبك موجود في كل مكان. ما ضل تعليق ومسبب من قالوا لي على الانستغرام انه اللي عم يكتب كومنت ضدي انا كمسيحيه على الانستغرام هيدا منه مطلع على الدين الاسلامي وهيدا منه مسلم. بيقول القران انه المسلم ما بيكون انسان مسلم غير ما يعترف بالمسيحي وباليهودي وباهل الكتاب يلي هن نحن. وهالتصريح صار ترند على السوشيال ميديا وتناقلت الصحافه والوسائل الاعلاميه. الاسلام دين جميل جدا ودين معتدل.
وفانز إليسا حضروا بعدد كبير ليكونوا معها بهاليوم، لدرجة إنه القاعة ما استوعبتهم كلهم، فاضطر البعض منهم يقعدوا على الأرض حتى يتابعوا التوك اللي قدمته. فيري هابي إنه الكونفنشن عمل، بيعرف إنه دايما برا بيخافوا إنه من لبنان تنحسس إنه لا بلا، يعني أول شيء عمل إيفنت ضخم واي ثينك رح يكون حدث سنوي، وانا فخوره جدا انه كنت بارت من هالكون، وان شاء الله اكون قدمت شيء، وان شاء الله نكون من خلال التصوير وكل اللي رح تفرجوه على التلفزيون اعطينا صوره حلوه عن لبنان. وخلال هالجلسه تحدثت إليسا بمواضيع مختلفه، ومنها اسباب عدم مشاركتها بالاعمال الانسانيه، خاصه انها كانت سفيره للنوايا الحسنه. مره اخذت لقب فخري كسفيره لمؤسسه باليونايتد نيشن امسام، وبعد 6 أشهر قدمت استقالتي، ما قدموا لي شيء وانا ماني عم اقدم. اللي انجلينا جولي عملتهم، انجلينا جولي ما عم تعمله بطريقه منفرده، انجلينا جولي بتروح معها طياره من اليونايتد نيشن مع اسيستنت معها، ما يقعدوا يتفلسفوا كل ما يشوفوا انجلينا جولي بمخيم يقولوا انه ليش الفنانين اللبنانيه ما بيعملوا، جيبوا لي طياره من اليونايتد نيشن اسيستنت معي وانا مستعده اروح على افغانستان. وخفة دمها كملت لما حبت تطمن انه الكل مبسوط من حكيها، لحتى ما حدا يقول انها زعلت الصحافه. فاين لهلا راضيين كل شيء تمام؟ اوكي. وهالجلسه اللي كانت فريندلي كتير كشفت فيها إليسا عن ملهمينها بالحياه. داليدا وفيروز مع حفظ الالقاب. صباح كانت لإلي ايكون للموضه. وهالاسماء اللي ذكرتهم إليسا كان عندهم تجارب تمثيليه كتيره، فهل راح نشوفها مثلهم على الشاشه؟ انا ضد شو؟ ضد انه مثل. جربت وحدا ملك ما عندي لا هلا بكليباتي عم يزبطوا معي، بس انه دايما انا بقول لهم هلا اذا بدكم تاخذوني خذوني هالبروفيل بحبه، انا بالسينما شو بدي اعطي عيون يعني. يعني طلعت مره ببرنامج هيدا حكي قلت لهم مجبورين تغيروا الديكور لانه هيدا بروفيل، غيروا الديكور. يا مرايتي إليسا عم تحضر لكليب جديد في رساله تانية. هلا عم بعمل اغنيه عم صورها هي عكس اللي شايفينها، رح تكون ترو ستوري، عم نسلط الضوء على اوقات الحياه كيف تقدر تظلم مرأة من شغله معينه وبتوديها لمحلات انه هي ممكن تقتل حالها او تنتحر. بما انه الكل بيعرف انها مغرومه، فاكيد ما كان في مهرب بسؤال عن الحب. شو اجمل احساس بالكون؟ الغرام باول. هيك بقى وانت مغرومه هلا؟ باخر لا لا يفهم غلط، لا بوجه له تحيه حبيب قلبي، بس دائما العلاقه اولها بيكون اجمل احساس بالكون، بس يقطع سنه او سنه ونص او سنتين بضل في شعور حلو، بس ما بتكون تعيش نفس ال اي ثينك هو رح يتركني. ايه رح يضرب جنته. إليسا ميرسي بوكو. ثانك يو لا معلش خليني بس اقول له اي لاف يو. ما ضل تعليق ومسبه ما نقلوا لي على الانستغرام انه اللي عم يكتب كومنت ضدي انا كمسيحيه على الانستغرام هيدا منه مطلع على الدين الاسلامي وهيدا منه مسلم. بيقول القران انه المسلم ما بيكون انسان مسلم غير ما يعترف بالمسيحي وباليهودي وباهل الكتاب يلي هن نحن. وهالتصريح صار ترند على السوشيال ميديا، وتناقلت الصحافه والوسائل الاعلاميه. الاسلام دين جميل جدا ودين معتدل. وفانز إليسا حضروا بعدد كبير ليكونوا معها بهاليوم، لدرجة انه القاعة ما استوعبتهم كلهم، فاضطر البعض منهم يقعدوا على الارض حتى يتابعوا التوك اللي قدمته. فيري هابي انه الكونفنشن عمل، بيعرف انه دايما برا بيخافوا انه من لبنان تنحسس انه لا بلا، يعني اول شيء عمل ايفنت ضخم واي ثينك رح يكون حدث سنوي، وانا فخوره جدا انه كنت بارت من هالكون، وان شاء الله اكون قدمت شيء، وان شاء الله نكون من خلال التصوير وكل اللي رح تفرجوه على التلفزيون اعطينا صوره حلوه عن لبنان. وخلال هالجلسه تحدثت إليسا بمواضيع مختلفه، ومنها اسباب عدم مشاركتها بالاعمال الانسانيه، خاصه انها كانت سفيره للنوايا الحسنه. مره اخذت لقب فخري كسفيره لمؤسسه باليونايتد نيشن امسام، وبعد 6 أشهر قدمت استقالتي، ما قدموا لي شيء وانا ماني عم اقدم. اللي انجلينا جولي عملتهم، انجلينا جولي ما عم تعمله بطريقه منفرده، انجلينا جولي بتروح معها طياره من اليونايتد نيشن مع اسيستنت معها، ما يقعدوا يتفلسفوا كل ما يشوفوا انجلينا جولي بمخيم يقولوا انه ليش الفنانين اللبنانيه ما بيعملوا، جيبوا لي طياره من اليونايتد نيشن اسيستنت
خفة دمها كملت لما حبت تطمن إنه الكل مبسوط من حكيها، لحتى ما حدا يقول إنها زعلت الصحافة. فاين لهلا راضيين كل شيء تمام؟ اوكي. وهالجلسة اللي كانت فريندلي كتير كشفت فيها إليسا عن ملهمينها بالحياة. داليدا وفيروز مع حفظ الألقاب. صباح كانت لإلي إيقون للموضة. وهالأسماء اللي ذكرتهم إليسا كان عندهم تجارب تمثيلية كتيرة، فهل راح نشوفها مثلهم على الشاشة؟ أنا دول شو؟ ضد إنه مثل. جربتي وحدا قال لك ما عندي بقى؟ لا هلا بكليباتي عم يزبطوا معي. بس إنه دايما أنا بقول لهم هلا إذا بدكم تاخذوني خذوني هالبروفيل بحبه. أنا بالسينما شو بدي أقعد كعيون يعني. يعني طلعت مرة ببرنامج هيدا حكي قلت لهم مجبورين تغيروا الديكور لأنه هيدا بروفيل، غيروا الديكور. يا مرايتي. إليسا عم تحضر لكليب جديد فيه رسالة تانية. هلا عم بعمل أغنية عم صورها هي عكس اللي شايفينها، رح تكون ترو ستوري، عم نسلط الضوء على أوقات الحياة كيف تقدر تظلم مرأة من شغلة معينة وبتوديها لمحلات إنه هي ممكن تقتل حالها أو تنتحر. بما إنه الكل بيعرف إنها مغرومة، فأكيد ما كان في مهرب بسؤال عن الحب. شو أجمل إحساس بالكون؟ الغرام بأول. ليكو بقى. وأنت مغرومة هلا؟ بآخر لا الله يرحم غلط، لا بوجه له تحية حبيب قلبي، بس دايما العلاقة أولها بيكون أجمل إحساس بالكون، بس يقطع سنة أو سنة ونص أو سنتين بضل في شعور حلو، بس ما بتعود تعيش نفس ال I think هو رح يتركني. إيه رح يضرب جنته. إليسا ميرسي بوكو. ثانك يو لا معلش خليني بس إنه I love you.